الزمالك في كل مكان. رسالة من عاشق لنادي الزمالك، ونفس الرسالة دي توصل للعيبة نادي الزمالك. بقول لهم يا رجالة أبطال، احنا في مرحلة الحسم. إن شاء الله احنا كان التوقف الدوري عدى، وهترجعوا تستأنفوا مباراة الدوري في مباراة السبعة الأوائل إن شاء الله. هنبدأ إن شاء الله من يوم الأحد بمباراة نادي المصري. فرسالتي هنا للاعيبة نادي الزمالك بقول لهم العبوا بجد بحمية وبرجولة وبحماس عشان تفرحوا كل الناس الزملكاوية. إن احنا مشجعين نادي الزمالك والله العظيم كل مشجع وعاشق نادي الزمالك بيقوم بدوره جدا، بيعشق نادي الزمالك ده بص من غير أي حاجة. قرب كده من عند ربنا سبحان الله، لله في لله كده. بتلاقي المشجع الزملكاوي ده من صغره بيطلع كده سبحان الله من غير ما الدم اللي جواه زمالك، الهوا اللي بيستنشقه سبحان الله زمالك، فكل حاجه بنحبها زمالك. الشركه الراجل ده بنحبهم. احنا هنا لما بنيجي نروح الماتشات والله العظيم بنتبهدل. ازاي الحاجه الساعه تتاخد مننا بياخدوها الله اعلم بيرموها ولا بيعملوا فيها ايه. ازازه الميه ياخدوها مننا برضه نفس القصه. الاكل اللي هو جايب سندوتشين ولا جايب حاجه بيقعدوا يفعصوهم كده ويعملوا. لا احنا جمهور الزمالك بيتبهدل اقسم بالله، بس ما بتفرقش معانا ورا الزمالك مهما يحصل معانا. احنا بنموت نادي الزمالك، فمهما يحصل ونتعرض لمواقف محرجه ومواقف بايخه وحاجات كده واي ظروف تحصل لنا بنشجع الزمالك وبنستحمل عشان احنا جمهور محترم. جمهور نادي الزمالك والله العظيم جمهور محترم. متهيألي هو الجمهور الوحيد اللي بيحصل معاه كده والله العظيم. انا متهيألي احنا لو طلعنا مثلا، احنا بلدنا يا جماعه، بس لو طلعنا لعبنا في افريقيا ولا حاجه، المشجع الزمالكاوي مش هيتعامل معانا اللي بيتعامل معاه هنا. بس ما بتفرقش معانا، نحن جمهور نادي الزمالك. لان بنقول ايه؟ كله يقول عشان خاطر ايه؟ العيش اللي هو مين؟ نادي الزمالك. بنستحمل الحاجه الساعه تاخد مننا، ما فيهاش حاجه. ازازه ميه بتاخد مش عارف ايه، الاكل لو جايب حاجه يقعدوا كده ويفرقوا واللي ما يخشش وما ينفعش والحاجات، وعادوا بنعدوا وبنقول ليه؟ مشجع الزمالكاوي العاشق الزمالكاوي بيقوم بدوره. فبطلب رساله بس ان اللعيبه بقول لهم رساله، اقول لهم العبوا بجد بحميه وبرجوله، وحسوا بالجمهور اللي بيجي وراكم ده وفرحوه. انه بجد جمهور نادي الزمالك المخلص الوفي اخلص واوفى واحلى جمهور على مستوى العالم باحتراف جماهير انديه العالم. يعني بالمشجع الزملكاوي دي مشجع ذو قيمه وقامه، يعني حد يصل ناس. فخدوا السبع مباريات بتوع مجموعه السبعه بتاعت الست مباريات بتوع مجموعه السبعه اوائل، خدوهم بحميه وبرجوله وان شاء الله ناخدهم واحده واحده، ماتش ورا الثاني ورا الثاني، ونعدي هناخد الدوري باذن الله، ثم نصعد دوري ابطال افريقيا، ثم باذن الله نعمل دوري ابطال افريقيا ونخش كاس العالم للانديه ونعمل حاجات ونادي الزمالك يستاهل. والحاجه الثانيه المباراه بتاعت نادي شباب بلوستات الجزائري، ان شاء الله نلعب برضه بحميه وبرجوله ونفتقد الجمهور، وكل واحد بيكون عاوز يعمل لنفسه شيء حلو وتاريخ ومش عارف ايه، ونلعب برجوله يا رجاله يا ابطال واحنا واثقين فيكم. وان شاء الله نعدي مباراه الذهاب هناك ونيجي في مباراه الاياب هنا ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمنا وربنا يكتب لنا النصيب والسوق باذن الله. ونستنى بقى ايه؟ فرقه من الاثنين، يا لهم اتأسفت يا الفريق الجزائري الثاني. ايا كان الفريق اللي هيجي نادي الزمالك ان شاء الله احنا عندنا رجاله ابطال وحوش اصول، عارفين يعني ايه قيمه تيشيرت نادي الزمالك ويعني ايه شعبيه وجماهير نادي الزمالك. فيلعبوا رجاله عشان يفرحوا انفسهم ويفرحوا اهاليهم ويفرحوا جماهير وعشاق نادي الزمالك اللي من خلفهم بالملايين بالملايين بالملايين. فانا بقول يعني للعيبه الجمهور المشجع الزمالكاوي بيقوم بدور والله. يعني مثلا في ناس، انا مثلا بنيجي تلاقي اللي جاي من اسوان واللي جاي من السويس واللي جاي من الاسماعيليه واللي جاي من بورسعيد واللي جاي من المحله واللي جاي من طنطا واللي جاي من كفر الشيخ واللي جاي من سوهاج واللي جاي من اسيوط واللي جاي من المنيا واللي جاي من دمنهور. جمهور الزمالك من كل مكان على مستوى الجمهوريه بيجي، بتلاقي بقى اللي معاه واللي بيجي بقى ما بين القطارات واللي بيجي في الاتوبيسات واللي بيجي ناهيك بقى عن كل المعاناه ديت، كله بيقول عشان خاطر العيش. الشعب نادي الزمالك ده يا جماعه الحاجه الجميله اللي احنا شايفينها دي اللي بنعشقها دي، ربنا كرمنا ان احنا نشجع النادي ده. ده المشجع الزملكاوي فنان
فنان انه سبحان الله طلع بيشجع نادي الزمالك. فن والهندسه يا جماعه. مشجع الزمالكاوي ده بيشجع بقلبه وبعقله، بيفهم كوره، بيحب الكوره الجميله. لو كسبنا ماتش كده وبتاع يقول لك لا احنا ما لعبناش، بس لا، بيحب الكوره. فرساله من مشجع بسيط زملكاوي بيقول للاعيبه نادي الزمالك: يا رجاله يا وحوش، احنا في مرحله الحسم في الدوري المصري باذن الله، في الست مباريات بتوع السبعه الاوائل، و مباراة الكونفدرالية، وإن شاء الله تفرحوا نفسكم وتفرحونا بإذن الله، وإحنا واثقين فيكم يا رجالة يا وحوش يا أبطال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن شحاتة، عاشق الزمالك، جماهير الزمالك، ورا نادي الزمالك مهما يحصل، ومهما نتعرض لمضايقات ونتعرض لاستفزازات ونتعرض لأي حاجة، عادي كله يعدي وكله يهون عشان خاطر العيش اللي في القلب والعيون. زملكاوي وأفتخر وبحبك يا زمالك.